الذي يهمنا في هذا الموضوع اليوم هو بأي وجه سيواجه وزراء حكومة الأغلبية ونوابها البرلمانيين ورؤساء أحزابها، بأي وجه سيواجهون الجماهير الشعبية خلال الحملة الانتخابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي وزوار القناة الإلكترونية وجدة city.net، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بدون خلفية الذي تبثه قناتنا بطبيعة الحال، والذي نتناول فيه موضوع الساعة دائما، والذي يتعلق بالهروب وما أصبح يسمى بالهروب الجماعي إلى مدينة سبتة والانتخابات المغربية، انتخابات 23 شتنبر. بمعنى الذي يهمنا في هذا الموضوع اليوم هو بأي وجه سيواجه وزراء حكومة الأغلبية ونوابها البرلمانيين ورؤساء أحزابها، بأي وجه سيواجهون الجماهير الشعبية خلال الحملة الانتخابية. أشنو غادي يقولوا في نظركم ما هو كيفاش غادي يبرروا وكيفاش غادي يدافعوا وكيفاش غادي يجيو بطبيعة الحال باش يقولوا لنا بأننا جيناكم برامج، بطبيعة الحال برامج ستجعل وستحقق الازدهار والنمو والتقدم والشغل ومحاربة الغلاء والبطالة إلى غير ذلك. بطبيعة الحال هؤلاء كانوا طيلة 5 سنوات أعضاء الحكومة وكانوا وزراء وكانوا ويتحملون مسؤولية كبيرة بما يسمى الهروب الجماعي، حيث بإجماع كل الباحثين والدارسين والخبراء والإعلاميين، بطبيعة الحال أقصد الإعلام النزيه، مش الإعلام الذي ظل يمدح ويطبل ويغيط الحكومة اللي الآن اختفت واختفى أعضاؤها. بأي وجه سيواجهون الشعب خلال الحملة الانتخابية بعد كل ما حدث، بعد المشاهد الصادمة للهروب الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، وبعد أن بحت أصوات العشرات من الشباب الهاربين من العائلات، من الأطفال، من الصبيان، من الرضع، بطبيعة الحال الذين ركبوا موج المغامرة للدخول إلى مدينة سبتة المحتلة. اعترافات مؤلمة اعتبر أصحابها أن الغلاء هو السبب في ركوب هذه المغامرة، اعتبر البعض البطالة هي السبب، اعتبر البعض بأن الحقرة هي السبب، اعتبر البعض بأن غياب العدالة الاجتماعية هي التي دفعتهم لركوب البحر والمغامرة بأرواحهم. نقف اليوم ونحن على أبواب الحملة الانتخابية، انتخابات 23 شتنبر إن تمت في موعدها، وإذا لم تؤجل بطبيعة الحال ما عرفناش دابا، ما عرفناش شنو غادي يكون وشنو غادي يوقع، واش الانتخابات غادي تبقى في وقتها نتيجة لهذه الحادثة، نتيجة لهذه المأساة، أو أن الانتخابات ستكون دائما وستجرى في وقتها المحدد. طبعا الحال نحن أمام سؤال يفرض نفسه بقوة على الجميع. بالله عليكم، بالله على المشاهدين والزوار، بالله عليكم بأي وجه سيواجه به وزراء حكومة عزيز أخنوش الجماهير المغربية خلال الحملة الانتخابية؟ شنو غادي يقولوا للجماهير الشعبية خلال الحملة الانتخابية؟
الجماهير الشعبية حكمت مسبقا 60,000 ولا 70,000 ولا 40,000 ولا مرة 30,000، كل واحد تعطي رقم. بطبيعة الحال المسؤولين الإسبانيين عطاو رقم ديال 60 ولا 70,000، والمغاربة المهم عطاو الرقم ديال 30,000، كل واحد تعطي كما بغى يكون هذا الرقم. أليس هذا الرقم حكم جريء وحكم منطقي وحكم بمثابة استفتاء على فشل سياسة يعني حكومة أخنوش؟ بطبيعة الحال إذن كيف سيواجه هؤلاء خلال الحملة الانتخابية؟ كيف سيواجهون الجماهير؟ شو غادي يقول لهم؟ غادي يقول لهم احنا حققنا الازدهار؟ غادي يقول لهم احنا حاربنا وبالتالي قضينا على البطالة؟ غادي يقول لهم احنا من كنا وزراء بطبيعة الحال حققنا العدالة الاجتماعية؟ غادي يقول لهم من كنا احنا وزراء في حكومة الكفاءات أننا يعني اللحم والخضراء انخفضت أثمنتها؟ ألم تعرف الأسعار يعني أعلى مستوياتها خلال كل الحكومات التي بطبيعة الحال تداولت على المغرب؟ هذه الحكومة هذه في العهد ديالها الأسعار حطمت الأرقام القياسية، جميع الأسعار في جميع المواد. بطبيعة الحال واش باقي ما يتقال؟ واش باقي عاد ما غادي تخرج ودير الحملة الانتخابية؟ أنا ما عرفتش هاد الوزراء كيفاش غادي يديروا الحملة الانتخابية وشنو غادي يقولوا للجماهير. أنا ما عرفتش النواب البرلمانيين ديال الأغلبية كيفاش غادي يقولوا للجماهير وكيفاش غادي يديروا الحملة الانتخابية، وبأي منطق سيبررون للشباب غياب الفرص وتفاقم البطالة في الوقت الذي كان فيه الهروب الجماعي بمثابة تصويت علني ورفض قاطع لسياسة هذه الحكومة؟ كيف لرؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية أيضا أن ينزلوا إلى الشوارع والمداشر وأن ينظموا مهرجانات خطابية جماهيرية تعتبر سياستهم السبب، وهم الذين تعتبر سياستهم السبب الأساسي فيما وصل إليه وضع الشباب اليوم وفيما يعني ترتب عنه هذا الهروب الجماعي؟ بطبيعة الحال أما نواب البرلمان عن أحزاب الأغلبية فبأي وجه سيقفون هم أيضا أمام المواطنين لطلب أصواتهم من جديد؟ النواب البرلمانيين ديال الأغلبية كيفاش عاوتاني غادي يجيو للمواطنين ويقول لهم عاوتاني صوتوا علينا؟ كيف سيواجهون المواطن وهم الذين صوتوا داخل قبة البرلمان على قرارات معاكسة للإرادة الشعبية؟ هؤلاء النواب هم الذين صوتوا على قرارات كانت في مصلحة الشعب. بطبيعة الحال رفضوا تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملف الملايير التي قيل أنها بطبيعة الحال دعم بها الفرقشية ومستورد الماشية قبل عيد الأضحى في الوقت الذي لم يلمس فيه المواطن البسيط أي أثر لهذا الدعم، لا على الأضاحي ديال العيد ولا على أسعار اللحوم. كيف سيبرر نواب البرلمان الأغلبية رفضهم لسحب قانون الإثراء غير المشروع؟ إذن كيف سيواجهون الجماهير الشعبية؟ بطبيعة الحال الهروب الجماعي للشباب لم يكن مجرد حادثة عابرة، بل كان رسالة تشخيص واضحة لفشل الخيارات الاجتماعية والاقتصادية لحكومة الكفاءات ولبرلمان الأغلبية. طبعا قريبا ستنطلق الحملة الانتخابية والجماهير الشعبية تترقب الوعود الانتخابية والشعارات الملونة التي ستعود من جديد بطبيعة الحال إلى ساحة الحملة الانتخابية. ولكن المواطن أعتقد أنه سوف لا ينسى
لا ينسى الذين صوتوا ضد بطبيعة الحال قرارات تهمه، كما قلت، مثل رفض قانون الإثراء غير المشروع، ورفض لجان تقصي في الملايير التي بطبيعة الحال ذهبت هباء منثورا ولم تحقق الرخاء للمواطن في أسعار اللحوم. طبعا المشاريع والبنية التحتية رغم أهميتها لا تكفي لوحدها لمعالجة الاختلالات، ما لم ترافقها سياسات تضمن العدالة الاجتماعية وتوفر فرصا حقيقية للشباب. فتعزيز الثقة في المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة يظلان مدخلا أساسيا لمواجهة مثل هذه الأزمات. الهجرة الجماعية التي شهدتها مناطق المضيق والفنيدق باتجاه سبتة ومليليا لا يمكن اعتبارها مجرد حادث عابر، بل تعكس أزمة أعمق مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتراجع الأمل لدى فئة واسعة من الشباب خلال حكومة الأغلبية وخلال برلمان الأغلبية. إن هذه الأحداث طبعا تشكل، الكل يعتبر بأنها تشكل ناقوس خطر ورسالة سياسية واجتماعية وتنموية قوية تكشف حجم الإحباط الذي يدفع ببعض الشباب إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل. فما وقع يستدعي الوقوف بجدية عند أسبابه ودلالته. وخلال الحملة الانتخابية المقبلة سنتبين وسنرى وسنكتشف الوجه الذي سيواجه به وزراء حكومة الأغلبية ونواب الأغلبية ورؤساء أحزاب الأغلبية الجماهير الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.